بس يا سيدي، فاحنا عاملين اعلان على وظيفه جونيور، عايزين حد جونيور ينضم معانا كده. فالمهم ايه، وقبل ما اي حد يسال والشغل مش عارف ايه، بيرفكت انجلش وكوميتمنت، مش اي حاجه ثانيه، بيرفكت انجلش بس، وحد بيتعلم بسرعه، مش عايزين اي حاجه ثانيه. حد جونيور يعني، عندنا الكبار الحمد لله زي الفل. المهم، فبكلم واحده بعتت لنا السي في، بكلم لها مساء الخير، انا اسمي دكتور خالد حبيب، بكلمك بخصوص ان انت كنت بعت لنا طلب انك تشتغلي عندنا الاعلان بتاعك. قالت شركه ايه لو سمحت؟ قلت لها شركه كذا. اجمل رد في الدنيا، قالت لي ايه؟ لا والله مش مهتمه. انا في اللحظه دي تقمصت حاله الولاد اللي هم بتوع مندوبين المبيعات، اللي هم بتوع السيلز، بتوع الحاجات العقاريه، لان اول لما تقول له مش مهتم يقول لك ايه، طب حضرتك عندك حاجه تبيعها؟ قالت في تلقائيه في لحظه كده، قلت لها ايه، طب حضرتك ما عندكيش اي حاجه ثانيه تبيعها في الساحل او في اي حته اهي؟ طب مش مهتم باي حاجه في سوق العقارات في المده دي، اصل اسعارها هتغلى بعد كده. طبعا الست ما نطقتش خالص، سكتت، وبعدين قفلت في وشها السكه. مش قفلت يعني، هي خلاص صمت، مفيش حد، العمليه ماتت يعني. مش معقول يا جماعه للدرجه دي يعني، انتوا ناس بتدوروا على شغل وعايزين تبذلوا مجهود وكده، وبعتي سي في وشفتي اعلان وقريتي وشفتي، جيت قيمتي ده ينفعني ولا لا، رحتي بعت السي في، استخرتي كل المفروض الكلام ده كله يعني. وبعدين بعد ما بعتي بكل بساطه لما حد بيكلمك تقولي له لا والله مش مهتمه، هو جهل ولا سطحيه ولا ضعف ولا عدم تركيز ولا اي حاجه ولا اكش تولع ولا ايه؟ يا بنتي حرام عليكي. في نفس الوقت في ناس بتدور على وظائف باي طريقه، بس للاسف يعني بيقول واحد امبارح بعت لي لذيذ جدا في نفس اللحظه، قال لي يعني في ناس كده، كتبت بوست على الموضوع ده، يعني في ناس كده تبقى قدامها الفرص وما تروحش، والناس اللي بتدور ما تلاقيش، وانا غصب عني مش قادر اعمل له حاجه، انا ما عنديش فرصه دي، هو بمواصفاته يعني. ممكن ما تضيعش الفرص دي. حمايه الله يرحمه كلمه عبقريه بكررها كل شويه، قال لي في يوم من الايام يا ابني الرزق ده ضيف، لو جالك لازم تكرمه وتديله حسن معامله وكل حاجه عشان يجي لك تاني، لو ما اكرمتوش مش هيجي لك تاني. ما ينفعش تقدم في وظيفه وانت مش مهتم، ما ينفعش تقدم وانت مش واخد بالك قدمت فين، ما ينفعش ترد بكل استهانه كده وانت ما ينفعش ما تسمعش. ضيعوش الفرص يا حلوين. صباح الفل والجمال، يوم حلو، انطلقوا كده ونشتغل ونطلع كل ما عندنا، يوم زي الفل ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم، ما تكلموش حد غريب.